جربي بقى الاكله الموفره دي لاولادك، هتبقى فطار غدا عشاء، وهتنسي اللحمه والفراخ خالص. رفعتي طاسه على النار فيها نص كوبايه زيت، سخنت، نزلت ببصله مفرومه مع معلقه سكر صغيره اتكرملوا. في نفس الوقت بحمر البتنجان الناحيه التانية، شرايح بتنجان رومي. هنزل عليهم بمعلقه توم مفروم مع فلفل سبايسي. هنزل بطماطميه كبيره متقطعه مكعبات، هتشرها بمعلقه خل، واروح نازله عليهم بكوبايه عصير طماطم. تمام. هطلع البتنجان دلوقتي، بس بعد ما احط بقى ايه، معلقة كبيرة من معجون الطماطم على التسبيكة بتاعتي. هحط شرايح بتنجان كمان، وهاجي بقى للتسبيكة عشان اتبلها. هحط ملح، هحط بابريكا مدخنة، هحط كمون وفلفل اسود وشطة، وهحط مكعب مرق لحمة هيديها طعم حلو قوي، هتحس ان هي طعمها لحمة. هحط بقى كده فلفل في الطاسة هحمره. هجيب بقى الصينية بتاعتي، احط رق بتنجان. عايزه اقول لكم كل اللي بيجي عندي لازم يطلب الصينيه دي، انا بعملها حلوه قوي بصراحه، وبتطلع طعمها يجنن. جربيها بطريقتي هتدعي لي. صلوا على الرسول لو وصلتوا لغايه هنا. ما تنسوش الكومنت الحلو اللي بيشجعني واللايك. حطيت شرايح بتنجان، حطيت صلصه، حطيت شرايح بتنجان وحطيت الفلفل، حطيت شويه صلصه، دخلتها الفرن قعدت ربع ساعه. اتشمعت كده، طلعت احلى صينيه مسقعه. كنت عامله معاها طريقه كبده بالرده تجنن. اللي ما شافش الفيديو فاتوا كتير قوي. انا بعمل طريقه كبده بالرده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تجنن، جربوها.